جماعه النادي الاهلي عمال يجيب صفقات وعمال يدور وهو بطل افريقيا والدوري وعنده لعيبه عمال يشتري. احنا فين صفقاتنا؟ ايقاف القيد، عمالين نسمع لعيبه كتيره جايه ولاعيبه كتيره رايحه. يا جماعه انت بتسابق الوقت، انت لازم تخلص، عليك قضايا كتير وعليك لازم تجيب لعيبه كتير. نادي الزمالك ده غير على مرحله صعبه، انت هتلاعب النادي الاهلي وهو عنده صفقات قويه جدا. عايزين نشوف مين بديل عواد، هيمشي ولا مش هيمشي. نادي الزمالك محتاج فرقه جامده جدا، سمعنا اسامي كتيره ماشيه واسامي كتيره جايه. عايزين نشوف الكلام ده على ارض الواقع، وعايزين نشوف بقى الصفقات بجد، وعايزين نشوف الناس اللي بتحب نادي الزمالك بجد، عايزين نشوف رجال الاعمال، عايزين نشوف الفلوس، عايزين نشوف شركات اللي هي الراعيه لنادي الزمالك. يا جماعه نادي الزمالك حاليا في مرحله صعبه جدا. انت الكونفدراليه وماتشك مع النادي الاهلي هيفرق كتير جدا، لان انت اذا فزت على النادي الاهلي نفسيا هتتعبه. انت بعد ما تكسبه مره واثنين ما حصلتش من فتره، فانت بتتعبه. غير كده انت كمان بتثبت انك انت بطل القاره، فانت محتاج تجيب لعيبه، ومحتاج لعيبه تليق بتيشيرت نادي الزمالك، مش اي لعيبه وبس. فاتمنى نادي الزمالك يلحق يجيب لعيبه. احنا نايمين يا جماعه، مع احترامي الكابتن حسين لبيب. فين انت داخل؟ وقبل ما دخلت نادي الزمالك كنت عارف ان عندك مشاكل وعندك قضايا وعندك ايقاف قيد وعندك مديونيات قبل ما تيجي، وانت عارف ده، وفي تحديات كبيره، واحنا عارفين انك ان شاء الله هتقدر. بس عايزين بقى نشوف عايزين نشوف على الاقل ابدا مشي اللعيبه اللي انت مش عايزها. اقعد مع الراجل ده وقول له خلاص مين اللعيبه، عشان بالشياكه كده اللعيبه دي يا عم هنشوف لك اعاره، جيب عقد، تصرف، لكن تلحق تخلص اللي عليك اللي مش موجود. ما تفضلش مقعد لعيبه عندك وما بتلعبش وما بتستفادش منها بشيء، ومع ذلك بتدينك بس. ما انت بتدفع لها رواتب وبتدفع لها بلاوي زرقاء. الحق لعيبه خلاص انت مش عايزها. يعني سمعنا انه مش عايز اوباما، خلاص يا عم اوباما شكرا هيمشي. مين تاني؟ ناصر منسي مع السلامه، نشوف لك نادي، نشوف لك فرصه، خلص. رؤى اللي ملوش اي لازمه. اللعيبه اللي جت الجديده ال 20 لعيبه اللي في المكان واحد دول يا جماعه، اللعيبه دي شكرا. عندك احمد، اللعيبه احمد حمدي معاك خلاص ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه، يرجع تشوف له دكتور كده يشوف له صحته. ناصر ماهر اللي لازم تحافظ عليه، لعيب احسن لعيب في مصر الفتره اللي جايه، وافتكروا كلامي، لعيب منتخب مصر الاول اذا خد فرصته. الواد ده لعيب من احسن لعيبه، بل احسن لعيب حاليا في منتخب مصر. اللعيب الوحيد اللي في ريحه عبد الله السعيد بقى ايام ما كان شويه بشبابه. اللعيب الوحيد اللي بيلعب من العمق، اللي بيلعب بالاجنحه، لعيب كوره عنده كنترول ومهاري جدا. نادي الزمالك محتاج بسرعه فرصه انك انت تلحق تعمل صفقات، لكن الكلام ده ما بيحصلش يا جماعه مع احترامي الشديد. سمعنا اشرف بن شرقي، سمعنا رمضان صبحي، فين يا عم؟ ماشي في ولا ما فيش؟ او انت خلصت وما خلصتش؟ اللعيبه اللي هتمشي مين؟ سامسونج اجنولا خلاص احنا سمعنا خلاص بقى، يبقى شكرا سامسونج، شوف لك عرض ولا اي حاجه وخلصه ودي بدون قضايا. عندك مين؟ حمزه المسلوسي. اذا انت، انا وجهه نظري هو لعيب كبير، لكن انت ممكن تستفاد بيه لعيب، تجيب لعيب تاني في نص ملعبك، او اجنحه لعيبه محترفين جامدين، او انت تجيب واحد تاني. مع احترامي نادي الزمالك محتاج لعيبه يا جماعه في العمق، في السيرتباكات يا جماعه، اتنين مساكين جامدين. كان عندك زمان ايام محمود علاء ما كان في صحته مع الونش كانوا مقفلين الدنيا، ماتشات الترجي والدنيا كلها يا جدعان كانوا مكسرين الدنيا. يعني محمود علاء ده لازم يرجع، اذا انت مشيته انت هتخسره. خلي بالك محمود علاء ده من اللعيبه الجامده جدا، والونش اذا رجع ما عادش هيديك زي الاول. حسام عبد المجيد مره حلو ومره وحش، لازم وجوميز بيحب يطلع الكوره من الخلف، ما عندكش لعيبه بتقدر تطلع. ده حسام عبد المجيد كل بساطته رايحه، ما بيقدرش يطلع كوره سهله برجله الشمال ولا باليمين. فانت نادي الزمالك في وقت انت للاسف لازم تستغله، لازم تشوف الصفقات اللي انت محتاجها، لازم تمشي اللي انت مش محتاجه بسرعه. هتقول لي مع ايقاف قيد ولسه ما خلصت، ازاي هتمشي؟ هقول لك يا عمي ما تزعلش مني، ما هو كده كده ما بيلعبهمش. يعني انت كده في اللعيبه ما بتلعبش، مش مستفاد بيها، حتى قعدت او مشيت او ما مشيتهاش، انت بالعكس عمال تخسر وتدفع لها رواتب، ولعيبه ممكن تجيب لك مبالغ خلصها في اي مكان بدون قضايا بقى، ونمشي كده فتره حلوين. لكن انت بتبص ان الاهلي عمال يجيب لك وعمال، وفي صفقات من تحت ويفوض لعيبه عندك. لا لا لا، فالحق بقى فوق والحق ظبط نفسك قبل فوت الاوان. نادي الزمالك في مرحله صعبه جدا، عندك لعيبه لازم تهتم بيها. عبد الله السعيد اذا اداك السنه دي مش هيديك السنه الجايه، لازم تبص لقدام. مين؟ متيابه لعيب شفناه ما شاء الله جاب جول منتخب الجزائر، عمل ماتش جامد جدا، لعيب صغير حافظ عليه. عندك سامسونج خلاص ماشي، عندك الجزيري ممكن يكون بديل او تمشيه وتجيب فرود تقيل، لان سمعنا اسامي كتير، وسمعنا بقى الكاش لازم يطلع. عايزين نشوف بقى لعيبه جامده، عايزين نشوف نادي الزمالك بينزل كده. انا فرحان ان احنا وصلنا لمرحله نص ملعبك بيستحوذ على الاهلي. هي دي اهم نقطه، انك انت تستحوذ لعيبه ما تخافش من النادي الاهلي، ودي اهم حاجه. بقينا بنشوف محمد شحاته ما بيهموش يرقص ويروح، نبيل عماد دونجا لعيب كبير في نص الملعب بيقطع، والمفروض كان يكون منتخب مصر كمان قسما بالله لعيب كبير جدا لازم يكون. بالعكس انا شايفه احسن من لعيبه كتير في منتخب مصر، بيقدر يستلم ويقطع ويروح. عندك نص ملعبك جامد جدا محمد شحاته، لازم يلعب منتخب مصر ده غصب عن اي حد.
عندك لعيبه جامده جدا، عندك نص ملعبك بقى بيقفوا احمد حمدي ربنا يشفيه ويعافيه، عندك ناصر ماهر اللي مكسر الدنيا، عندك عبد الله. اللعيبه دي النوعيه دي اللي انت لازم تجيبها، اللعيبه اللي ما بتخافش، اللعيبه اللي بتستحوذ وترقص ومش هاممها وتقدر تحتفظ بالكوره. جوميز بيعتمد على الاستحواذ، جوميز بيعتمد على المهاره والنقل الكتير والاختراق من العمق، ده شيء جميل. انت ما عندكش حد فتوح، مين بديله؟ لازم تشوف بديل فتوح. عندك في اليمين مين اللي هيلعب؟ عندك باك رايت عمر جابر برضو تعب، ممكن تستفيد فيه في نص ملعبك او سردباكات، لكن انت محتاج لعيب باك رايت جامد مع حمزه المسلوسي، او اذا كان هو هيمشي لازم تبدل. انت محتاج جناح مع زيزو، واحد كمان مكان مصطفى شلبي، لازم يكون عندك، انت محتاج فرقه. فلازم نادي الزمالك الفتره الجايه دي يلحق يخلص ده كله. اذا عجبك الفيديو اكتب كومنت.